زي ما احنا بنشوف تنصيب الملك تشارلز النهارده، تشارلز الثالث الملك رقم 40 للمملكه المتحده. الاحتفال اللي قدام حضراتكم ان احنا ما عشناش الاحتفال اللي كان الملكه اليزابيث كان سنه 53، فاحنا اول مره نشوف هذا الاحتفال وهذا التنصيب الملكي في المملكه المتحده. طبعا الملك تشارلز كان ولي عهد لمده 70 سنه. 70 سنة بعد ما يعني تولت الملكة إليزابيث والدته سنة 53، واستمر ولي العهد إلى أن أصبح ملكا رسميا اليوم. عمر الملك تشارلز 74 سنة. طبعا النهارده اتعملت المراسم، وعايز أقول لحضراتكم مثلا حجم إنفاق بيتكلموا على أرقام هائلة، إنه عندك 30,000 شرطي كانوا بيأمنوا وبيشتغلوا في الترتيبات. تفصيلات الاحتفالية اللي قدام حضراتكم اللي انتم بتشوفوها بيشتغلوا على كل تفصيلة الموكب الملكي، والتفاصيل تم التدريب عليها، بيشتغلوا عليهم بقى لهم 6 شهور أو 7 شهور. 7 شهور بيتدربوا على كل تفصيلة قدام حضراتكم حتى يأتي هذا اليوم. كل حاجة اتعملت دي متدربين عليها شهور طويلة. وطبعا التاج الملكي، والتاج ده زي ما بقول لحضراتكم بيتكلموا على في قد ايه، كام كيلو من الالمازات والاحجار الكريمه ومش عارف المجوهرات ايه وحاجات، وقال لك خدوها مش عارف منين، الماسه دي جت من كذا، والثانيه خدوها من الدوله الفلانيه، والثالثه يعني حاجه ايه، العالم كله بيتكلم على ده التاج الملكي. والملكه النهارده كاميلا ايضا تم تنصيبها ملكه رسميا. الملك تشارلز عمل تغييرات في المراسم الملكيه اللي تمت النهارده، غير والدته تم تنصيبها في بالترتيب معين، تنصيب معين. هو النهارده زي ما اتقال على مدار اليوم طبعا انه تم تغيير كثير من التفاصيل الخاصه بالتنصيب اللي حصل النهارده في هذه الاحتفالات اللي هي ضخمه لا مثيل لها في العالم. دول حروب، ودول عندها مجاعات، وحتى بريطانيا عندهم أزمة اقتصادية، ولكن الحاجة دي قال لك احنا بقى لنا 1000 سنة شغالين على الموضوع ده، وهذه الأجواء وهذا التنصيب الملكي، وما ينفعش أبدا ما نعملوش، ولازم يتعمل بهذه الدقة، وبالتالي إنه لازم يتم. بدأوا طبعا في كنيسة ويستمنستر الأول الصبح، استمروا حوالي ساعتين ساعتين ونص في الكنيسة، ثم انتقل بعد كده الملك والملكة إلى قصر باكنجهام. هذا القصر اللي هو مقر إقامته، قصر باكنجهام مقر إقامة الملك. والموكب مسافته كان حوالي 3 كيلو من الكنيسة إلى باكنجهام، ولكن قالوا إنه موكب الملكة والدته كان 6 كيلو، ولكن هذا الموكب قصير. ربما قالوا هم اختصروا الموكب واختصروا المسافة بتاعته. طبعا في أمطار غزيرة النهاردة في لندن. اتكلموا طبعا على انه ثروة الملك بيتكلموا على حوالي 700 مليون، ما يعادل 700 مليون دولار. التكاليف اللي ضخمة بيتكلموا على ارقام فلكية، انه الشرطة اللي عددهم حوالي 30,000 بيتكلف الاجراءات والترتيبات والتدريبات بيتكلموا على اكتر من 150 مليون دولار. تجديد القصر الملكي باكنجهام اللي هو هيقيم فيه اتكلف بيقول اكتر من 400 مليون دولار. الاحتفالات اللي هتستمر 3 ايام لحد بكره زي دلوقتي بالليل مساء الاحد، مستمره طبعا امبارح والنهارده وبكره كمان.